السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلو حادق مع شيرين. ان خلص الفول انا مش مسؤول. يلا ندمس احلى فول لرمضان، كل سنة وانتم طيبين وبعود الايام. لو عجبتكم الوصفة اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبدأ. زي ما انتوا شايفين كده مقاديرنا سهلة جدا. معانا نص كيلو فول تدميس، معانا كوباية جزر مبشورة، نص كوب من العدس الأصفر، معانا بصلاية، نص ليمونة، نص معلقة سكر. الفول زي ما انتوا شايفين طبعا غسلينه ومجهزينه ان احنا ننقعه، والبصلاية برضو الدماسة بتاعتنا موجودة، كل حاجة تمام. يلا بقى نبدأ. معانا الفول زي ما انتم شايفين، ده نص كيلو فول، انا جايباه تقريبا بحوالي 12 جنيه. ده فول مستورد يا جماعة. لقيت الفول البلدي سمرة شوية، فقلت اجرب الفول المستورد، وفعلا طلع حلو جدا وسريع، سريع في التسوية. هنعمل ايه؟ طبعا نقيناه، هننقعه في شوية مية كده نغطي بيها، هنعصر عليها نص ليمونة زي ما انتم شايفين، وكمان هنضيف عليها نص معلقة سكر، ودي التركة بتاعتنا النهاردة. السكر هيساعد كويس جدا في تسوية الفول، وكمان مش هياخد وقت على النار. هنقلب بقى الخليط بتاعنا، الليمون بالسكر زي ما انتوا شايفين كده. هنقلبه كويس ونسيبه ليلة كاملة. تاني يوم بقى الفول بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اللهم بارك، تحسي ان الفولية زادت شوية. كل اللي هنعمله هنضيف عليه العدس والجزر بتاعنا، وهنضيفه في الفولة، مش هنحط اكتر من كده. مقاديرنا سهلة جدا وبسيطة، وهتعملي كمية فول حلوة جدا تنفعك، يعني 15 يوم. نص كيلو ده ممكن يقعد معاكي 15 يوم. زي ما انتم شايفين بوريكم الفول اهي نفشت شوية عن ما كانت قبل النقع. هننزل بقى بالعدس بتاعنا، انا غسلاه بس مش نقعاه خالص، ده عدس اصفر زي ما انتوا شايفين. هننزل بيه كده، وكمان هننزل بكوباية الجزر المبشور. مش هيبان خالص في التسوية. وهنبتدي نقلب الخليط بتاعنا ونبتدي ننزل بيه في الفوالة بتاعتنا. طب يبقى أنا ما عنديش فوالة، مفيش أي مشكلة، ممكن تسوي في أي حلة، بس لازم تبقى حلة ألومنيوم. ابعدي عن الاستانلس، وابعدي عن أي نوع تاني من الأنواع الحلل يعني. ليه؟ الألمونيوم بيوصل الحرارة كويس جدا. نزلت بيه البصلاية، مقطعاها 4 بصلاية وسط كده زي ما انتوا شايفين. وده شكله ما شاء الله، شكله يعني شهي قبل ما نطبخه كمان. يلا بقى هنغلي مية كويس جدا، وهنبتدي ننزل على الفول بتاعنا. المية لحد فين؟ لحد ما تغطي الفول خالص، واحس ان هو متوغلة كده جوه المية. شايفين البخار حتى عمل على الفوالة؟ شايفين الجمال؟ يلا بقى على النار، هنرفعه على نار عالية في الأول، وأول ما يغلي هنوطي عليه. أنا بقى حطيت اللبانة بتاعتي كده فيها مية فوق الفوالة، بحيث إن هي تضغط، تعمل عملية ضغط كده للبخار جوه الفول، وكمان عشان لو احتجت مية مغلية أزود منها. اوعى نزود مية ساقعة على الفول. أول ما غلي وطيت عليه ساعة بالظبط، ولا ساعة يعني وربع كده، واستوى معايا بقى كهرمان زي ما انتوا شايفين كده. شايفين؟ اللهم بارك، فولة حلوة جدا، ما خدتش سوا، فعلا فول سريع. شايفين الجمال؟ اللهم بارك، ولا حطينا عليه اي اضافات خالص لسه، وشكله ما شاء الله عليه. طبعا بقى هنعمل وصفات كتير قوي للفول في رمضان ان شاء الله، انتظرونا بالفول المدمس ده. وهنعمل كمان وصفة الفول السريع اللي أسرع من كده كمان، إن شاء الله انتظرونا في رمضان. سلسلة حلوة جدا من الفطور والسحور بإذن الله تعالى. ولو عجبتكم الوصفة دي اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. وزي ما قلت لكم، الإذن خلص الفول أنا مش مسؤول. بشكركم جدا، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم إن شاء الله، واستنوني في وصفة جديدة بإذن الله.